هو انا لازم اخسر كل البطولات عشان ابدا الموسم الجديد اكون الدنيا تمام واقول ان انا خلاص تمام واقول ان انا هراجع نفسي من بدايه وهقول ان انا هبدا اعمل صفقات وهبدا اللعيبه تركز وهبدا اللعيبه معرفش ايه واريحها اخر شهر عشان خاطر الناس تدخل فريش والناس تدخل كويس؟ هو ده يا كابتن محمود اللي انت عايزه؟ كابتن محمود يا خطيب، هو ده اللي انت عايزه؟ هو ده اللي انت عايزه من اوضه اللبس؟ اللعيبه بقت بتتغير وزعلانه، مفيش موقف بيتاخد. النهارده واحد في المدرجات بيتكلم مع مارسيل كولر وبيقول له فوق ودماغك وغير ويعمل ويمشي وغور والكلام ده كله، وخالد بيبو واقف بيتفرج. خالد بيبو جاي يتصور بس، خالد بيبو جاي يتصور في النادي الاهلي بس. كان رئيس قطاع الناشئين قال لك عايزين نعمل كوادر جديده، كوادر جديده، وخالد بيبو اصلا اكبر من سيد عبد الحفيظ بسنتين. كوادر جديده، كوادر جديده ده لو وليد سليمان، لو لاعب صغير، لو حد صغير من الاخر، اي لاعب كوره، يعني واحد زي خالد بيبو هيبقى مدير الكوره للاعيبه اللي موجوده دي، هيبقى مصاحبهم ومش هيعاقب حد. عاقب قفشه مش مشكله، لكن بقى فيه سهوله وبقى فيه رعونه عند اللعيبه كلها من اللي بيحصل ده، ودينا احنا بنشوفه اهو. اللي عايز يلعب يلعب، واللي ما يلعبش ما يلعبش، واللي ما يلعبش يزعل، واللي ينزل مقموص، واللي ينزل اللي في دماغه في دماغه. احمد عبد القادر النهارده نزل الكره جات له 6 مرات فقدر 6 مرات، هي كره واحده بس اللي عملها اوفر وعملها من تحت رجله. لكن لو كابتن محمود الخطيب على مزاجه ده يبقى براحته، يبقى عليه العوض من العوض، يبقى عليه العوض من العوض. هتقول لي يا عم هو ايه علاقه محمود الخطيب وايه علاقه خالد بيبو باللي احنا شايفينه؟ ما اللي احنا شايفينه ده بسبب رعونه اللعيبه واستهتار اللعيبه، وان اللعيبه اتعادلت مباراه الجونه، خلصت المباراه محدش عاقبها، محدش عمل وقفه معاهم، محدش قال لهم احنا ليه تعادلنا، محدش قال احنا ليه قصرنا، محدش قال احنا ليه كده، محدش قال لهم احنا ليه ما عندناش جديه، محدش قال احنا ليه ما عندناش جديه. في اخطاء في الملعب، في اخطاء في الملعب واحنا شايفينها، لكن مفيش حد واقف قوي بره. انا ما شفتش خالد بيبو لحد دلوقتي، انا ما شفتش خالد بيبو لحد دلوقتي. كل اللي انا بشوفه كاميرا تيجي عليه يتصور، لا اما يروح للجماهير يعمل للجماهير كده وخلاص. النهارده بقول لك الكاميرا جابت عليه وهو واحد بيتكلم مع مارسيل كولر، وخالد بيبو واقف بس ورا مارسيل كولر، حتى ما قالوش خلاص، ما قالش مارسيل كولر تعالى هنا، ما بصش للجمهور وعمل له كده. ايه يا عم؟ هو ده اللي باسط حسام غالي؟ هو ده اللي يبسط حسام غالي؟ حسام غالي ماله؟ حسام غالي كل الكلام ده كله ووجود خالد بيبو من حسام غالي. قبل كده كان عايز مش عارف يمشي مين عشان خاطر يجيب مين، وكان عايز يجيب محمد فضل مكان سيد عبد الحفيظ، وكان عايز يعمل محمد فضل يبقى هو رئيس التعاقدات او مدير التعاقدات والكلام ده. اهم حاجه ان هو يجيب الجيل بتاعه وحبايبه واصحابه. هو حسام غالي، حسام غالي اللي واحنا في نهائي مباراه النادي الاهلي والوداد في المغرب نزل قبل المباراه بيومين عمل مشكله مع موسيماني بسبب محمد محمود. قال لك محمد محمود ما بيلعبش ليه؟ طب وانا مالي؟ انا ما يفرقش معايا اي فرد، ولا حسام غالي ولا غيره ولا غيره ولا غيره، انا يفرق معايا النادي الاهلي بس. حسام غالي اللي عمله الاهلي، مش حسام غالي اللي عمل الاهلي ولا هيعمل الاهلي. النادي الاهلي يعمل مليون واحد زي حسام غالي، لكن محمود الخطيب كل مره يسمع كلامه وكل مره يعمل وكل مره يسوي وكل مره لحد ما نبقى احنا في الصوره دي، لحد ما احنا نبقى بالطريقه دي، لحد ما احنا نبقى بالشكل ده. ان مفيش راس حربه يخوف، مفيش راس حربه يخوف الفرقه اللي ضدي. النهارده احصائيات اقول لك ايه؟ صفر. احصائيات النهارده صفر. وما شفتش خالد بيبو، ما شفتش خالد بيبو بيعنف حتى اللعيبه، ما شفتش خالد بيبو بيعنف اللعيبه. محمود الخطيب بيقول لك كوادر جديده، كوادر جديده بيجيب لنا خالد بيبو من رئيس قطاع الناشئين لمدير الكوره. مدير الكوره هو اكبر من سيد عبد الحفيظ بسنتين. مفكر الناس مش فاهمه حاجه، مفكر ان جماهير النادي الاهلي مش فاهمه حاجه، مفكر ان احنا ما بقاش فاهمين حاجه. احنا من اول الموسم ما عملناش ولا مباراه كويسه غير هي مباراه المصري
والشوط الاول في مباراه صن داونز بس. لكن اعتمد على كهربا اللي مش راس حربه، راس حربه. هعتمد على صلاح محسن، هعتمد على موديست اللي هو جاي يتصاب هنا وجاي قاعد. هعتمد على مين ولا على مين ولا على مين؟ هعتمد على مين؟ اللعيبه بقت بتهرب من الكوره، اللعيبه بقت بتتدلع. النهارده حسين الشحات واحد بيتكلمه بره بيرد عليه، واحد من الجهاز بيكلمه بره بيرد عليه بقرف. حسين الشحات ما هو قبل كده طلع وزعل، محدش خد موقف معاه. هنفضل كده؟ هنروح كاس العالم للانديه نتفضح ونيجي؟ هنفضل بالاسلوب ده؟ النهارده مارسيل كولر بدأ بالشناوي في حراسه المرمى، منعم ورامي 2 مساكين، اكرم توفيق على اليمين، على الشمال علي معلول الله يسامحه اللي الكره بتعدي من تحت رجليه بسهوله خالص مش عارف ماله، مروان عطيه وقدام منه قفشه وامام عاشور وكريم فؤاد على اليمين وحسين شحات على الشمال وصلاح محسن راس حربه صريح. انا مش لازم اخسر كل حاجه عشان خاطر ابسط الناس، مش لازم اخسر كل حاجه عشان خاطر اراجع نفسي من جديد، مش لازم اخسر كل البطولات عشان خاطر اقول لا ده انا لازم اعمل تيم جديد. مش لازم يا كابتن محمود، مش لازم. الاهلي النهارده كان بيقدم عك كروي، ما كناش بنحس بخطورتنا او شكلنا، مش خطورتنا بقى. الاهلي ما كانش بيبقى ليه شكل غير لما الكره تيجي تحت رجل امام عاشور، غير كده لا، غير كده لا. النقطه الغريبه اللي هفضل اعيد فيها طول الحلقه ان الراجل واحد مشجع في المدرجات بيتكلم مع مارسيل كولر ومارسيل كولر بيعمل له كده، وخالد بيبو واقف بيتفرج على الاثنين. خالد بيبو ما كلفش خاطره وبص للراجل اللي في المدرجات، ممكن يكون يعرف لو كان قاعد في المقصوره الرئيسيه كان المفروض قال له خلاص ومش خلاص والكلام ده، عشان خاطر الراجل اللي عندنا ده اللي هو مارسيل كولر اللي هو المدير الفني ده، اللي هو المدير الفني ده ما كلفش خاطره خالد بيبو وبص له وقال له ايه اهدى وما ينفعش والكلام ده كله. منعم طبعا مستهتر كالعاده، هيفضل مستهتر كالعاده، مفيش حماس عند اللعيبه، كاتب كلام كتير جدا. النهارده في الدقيقه 18 اكرم توفيق معاه الكوره، مش النهارده بقى، امبارح في مباراه سموحه، كوره تحت رجل اكرم توفيق في الدقيقه 18 بيدور على حد يلعبها له، كل لعيبه نص الملعب بتهرب من الكوره. الوحيد اللي بيطلب الكوره امام عاشور في مباراه امبارح، الوحيد اللي بيطلب الكوره امام عاشور. مفيش حلول، نص الملعب بتاعنا مفيش، لعيبه سموحه بتضغط علينا واحنا مش عارفين نعمل اي حاجه. 14 ركنيه ما عملناش بهم اي حاجه، 14 ركنيه بنرفعها في ايد الهاني سليمان، 14 ركنيه مفيش تكتيك فيهم، 14 ركنيه مفيش حد بيلعب لعبه معينه، 14 ركنيه كريم فؤاد رفع شويه، حسين الشحات رفع شويه، علي معلول رفع شويه، كلهم بيمرن فيهم الهاني سليمان. يدوب تسديده امام عاشور في الشوط الاول وتسديده قفشه في الشوط الاول، ومفيش حاجه، مفيش اي حاجه تاني. الشوط الثاني ضغطنا عليهم، ضغطنا بطول الملعب عليهم وما عملناش اي حاجه، غير برضو الخطوره ما كانتش بتحصل غير لما الكره بتيجي تحت رجل امام عاشور. فين الموقف اللي هناخده مع اللعيبه؟ خالد بيبو فين الموقف اللي هتاخده مع اللعيبه؟ احنا عندنا مباراه يوم السبت في افريقيا، فين الموقف اللي هتاخده مع اللعيبه؟ فين الموقف اللي هتحسسنا ان في مدير كوره في النادي؟ فين الكادر الجديد يا كابتن محمود اللي انت بتتكلم عليه، اللي انت بتقول احنا بنقدم كوادر جديده؟ لا، انت ما بتقدمش كوادر جديده، انت بتقدم خدمه لحسام غالي. ما ينفعش ترفض الطلب لحسام غالي، ما تعرفش ترفض طلب لحسام غالي. حسام غالي ماله؟ عامل لك ايه يعني؟ حسام غالي عامل لك ايه؟ احنا ما يهمناش ولا حد فيكم غير هو النادي الاهلي بس، لكن حسام غالي عشان خاطر مش عارف مين صاحبه يجيبه، وعشان خاطر مش عارف مين صاحبه يجيبه، ليه يعني؟ انا ماليش علاقه بكل ده، انا ليه علاقه باوضه اللبس اللي هي تبقى ماشيه كده، اللي مش عاجبه بره ايا كان مين اللاعب، ايا كان مين اللاعب مش عاجبك بره، مش عاجبك، شوف انت رايح فين، نجيب غيره وغيره وغيره وغيره. النادي الاهلي ما عمل كتير وهيعمل كتير، لكن هفضل بالاسلوب ده وبالطريقه دي وبالرعونه دي، وان خالد بيبو ما بيكلفش خاطره ان بعد المباراه حتى يروح للعيبه. الراجل اللي كان بيشتم او بيتكلم مع مارسيل كولر اللي عمال يقول له غور ومش غور والكلام ده، ما بيكلفش خاطره يقول له اسكت. هنفضل لحد امتى كده يا كابتن محمود يا خطيب؟ هتفضل تريح في حسام غالي وتنفذ كلام حسام غالي عشان خاطر ترضيه؟ ليه يا حسام غالي
رئيس النادي واحنا ما نعرفش؟ قبل كاس العالم للانديه لازم نشوف وقفه، لا اما نروح كاس العالم انديه هنفضل كده ويبقى شكلنا كده، بس مش هنعمل اي حاجه في كاس العالم للانديه غير اللي انت شايفه ده. انا لا هتكلم في فنيات ولا هتكلم في اي حاجه غير ان النادي الاهلي بيقدم عك كروي، كله بيأثر. مارسيل كولر مأثر، كله بيأثر، كل اللي في اداره النادي الاهلي متأثر. كابتن محمود الخطيب ولا شايفه، مفيش وقفه. خالد بيبو مش موجود. مارسيل كولر مأثر بيأثر في التغييرات، وبيأثر في اللاعيبه اللي بتنزل. كريم ديبيس انا شايفه الفتره الاخيره ماشي كويس، طب ليه ما يلعبش؟ وعلي معلول مش مكتوب لي، مش خلاص بقى مش اساسي عندي. حاجات كتيره بتحصل. لازم نراجع نفسنا بدري، لازم نص الملعب بتاع النادي الاهلي يبدا يستلم ويبدا يمشي الكوره، يبدا يلعب كوره ويبدا يلعب الناس كوره، ما يهربوش لقدام. مفيش فنيات هنتكلم فيها غير ان النادي الاهلي بيقدم عك كروي بس. سلام عليكم.